من احلى واشيك موبايلات ريلمي اللي جربتها، ونازل بسعر حلو جدا وبيتفوق على الموبايلات المنافسه في حاجات كتير. سعر الموبايل حاليا في الامارات $330 للنسخه الوحيده 12256. انا جربت الموبايل حوالي اسبوع، وفي الفيديو ده هقول لك كل حاجه عنه. هقول لك في البدايه على اقوى 7 مزايا عجبوني في الموبايل هم اللي خلوه موبايل جامد، وبعدين هحكي لك تجربتي مع حاجات مهمه زي البطاريه والشبكات وصور الكاميرات، وفي الاخر هقول لك على 4 عيوب او 4 حاجات بس هي اللي ممكن ما تعجبكش في ريلمي 10 برو بلس. بس كالعاده قبل ما نبدا عايزك تنزل تعمل لايك لانه بيفرق كتير في انتشار الفيديو، وطبعا لو كنت اول مره تشوفني اشترك في القناه وفعل الجرس. لو هتشتري الموبايل او هتشتري اي حاجه من موقع نون، استخدم اكواد الخصم بتاعتنا واللي هتديك خصم اضافي. لو بتشتري من نون مصر اكتب GF10، ولو بتشتري من نون السعوديه او الامارات اكتب GL50. هنبدأ بالمزايا القوية، وأول ميزة لازم نتكلم عنها هي التصميم. شكل الموبايل بيفكرني بأونر 70، أشيك موبايل جربته. الواجهة الأمامية مثالية من حيث استحواذ الشاشة، وحجم الحواف المتماثل من كل الجهات. مفيش حافة سفلية كبيرة، مع نوتش بانش هول في المنتصف بحجم صغير. ده غير إن الشاشة هنا ايدج أو منحنية الأطراف، وده بيدي شياكة مع زحلقة الأيقونات وأنت بتتصفح، ولكن الانحناء هنا بسيط مش كبير، وده بيكون أفضل في زوايا الرؤية وفي قوة تحمل الشاشة لو وقعت منك. نيجي بقى للتصميم العجيب في ظهر الموبايل. اللون اللي معانا اسمه هايبر سبيس. النص الفوقاني للموبايل بيدي انعكاسات مع الضوء، بتعمل شعاع خارج من الكاميرات بيتحرك على جسم الموبايل، وفي نفس الوقت النص التحتاني بيدي لمعة مصنفرة او حاجة عاملة زي جليتر. تصميم جديد ويشد العين. ده غير ان الكاميرات محطوطة جوه دايرتين منفصلين عن بعض، وانا شخصيا بحب التصميم ده. لكن مش الشكل بس اللي خلاني احط التصميم في المزايا القوية. الحاجة التانية ان رغم وجود شاشة ايدج، الا ان الموبايل حقق المعادلة الصعبة واتعمل بسمك قليل حوالي 7.9 مللي. ده غير كمان ان رغم حجم الموبايل الكبير ولكن وزنه خفيف 175 جرام، فمسكة الموبايل في الايد شيك ومريحة جدا. باختصار ريلمي 10 برو بلس ممكن نعتبره اشيك موبايل في السعر ده. نيجي لتاني ميزة قوية معانا، وواحدة من الحاجات اللي ريلمي بتركز عليها في الدعاية، وهي الشاشة. من حيث المواصفات فالموبايل بيقدم أعلى مواصفات شاشة في السعر ده. نوع الشاشة أموليد وحجمها كبير 6.7 بوصة، دقتها فول HD وبتيجي بتردد 120 هرتز. الشاشة بتدعم مليار لون، وبتدعم كمان خاصية ال HDR 10 بلس. سيبك من المواصفات والكلام على الورق، تجربة المشاهدة عليها حكاية. تفاصيل كتير وتشبع ألوان ممتاز، ومع حجم الشاشة الكبير هتاخد تجربة ممتعة في المشاهدة سواء في الفيديوهات او حتى وانت بتلعب جيمز. اضاءة الشاشة تعتبر عالية 800 نتس، وده رقم كويس، و50% من الاضاءة هتكون كافية بالنسبة لك في معظم الظروف. التردد ال 120 هرتز هنا واضح جدا سواء وانت بتتصفح الواجهة او جوه التطبيقات، وفي وضع بيظبط لك التردد بشكل تلقائي بحيث يوازن مع استهلاك البطارية، ولكن ممكن تثبته على 120 هرتز لو حابب. وطبعا لان الشاشة من نوع اموليد هتلاقي فيها خاصية الاولويز اون ديسبلاي، واللي بتعرفك معلومات عن الساعة والتاريخ والإشعارات اللي جايه لك. باختصار شاشة ريلمي 10 برو بلس هتعجبك جدا. كنت عايز في الميزة الثالثة أوريك المعالج والأداء الجامد بتاعه، بس بما إننا اتكلمنا عن الشاشة تعالوا الأول نشوف أداء البصمة. الموبايل جاي ببصمة مدمجة في الشاشة، وبصراحة كده وبشكل واضح أوبو وريلمي بيقدموا دايما أفضل بصمات شاشة في الموبايلات بتاعتهم. البصمة سريعة جدا كالعادة، ومش بتاخد وقت في فتح الشاشة، قليل لما هتغلط في قراية صباعك، وممكن تعتمد عليها بشكل أساسي. ندخل بقى على الميزة الرابعة القوية في الموبايل، وهي المعالج ومواصفات الأداء. ريلمي 10 برو بلس جاي بمعالج قوي وهنشوفه كتير الفترة الجاية، دايمنستي 1080 من شركة ميديا تك مع 12 جيجا رام. لو عايز تعرف قوة المعالج فهو بينافس سناب دراجون 778 جي، بالتالي ده حاليا أقوى معالج في السعر ده، وده واضح على تقييم أنتوتو. الموبايلات المنافسة في الوقت الحالي زي اونر اكس 9A وزي شاومي نوت 11 برو بتقدم معالج أقل وهو سناب 695، فمن حيث المواصفات انت واخد اعلى حاجه. طب هل ده واضح على اداء الموبايل نفسه؟ ايوه، الاداء عجبني جدا، والموبايل سريع وسلس في التصفح وفتح التطبيقات، مع ان النسخه اللي معايا 8 جيجا رام مش 12، فتخيل بقى الاداء على 12 جيجا رام هيكون عامل ازاي. كمان واجهه ريلمي هنا مستقره جدا وما فيهاش الغلطات والباجز بتاعه واجهات تانية، والمفاجاه كمان ان الموبايل نازل باندرويد 13. باختصار ريلمي 10 برو بلس هيديك اكتر اداء قوي ومستقر في السعر ده. لكن المعالج ده مش بس جامد في التصفح والتطبيقات، لا هو كمان معالج قوي في الالعاب، وهيشغل لك لعبه زي PUBG على اكستريم فريم
فريم ريت، ودي حاجة هتعجب ناس كتير من محبين اللعبة. وبرضه بيشغل كول اوف ديوتي على ماكس فريم ريت، وأداؤه في اللعبة سلس وقوي جدا، وتجربة اللعبة عموما ممتعة مع حجم الشاشة الكبير وألوانها المشبعة، وكمان مع الصوت الجامد اللي خارج من السبيكر، واللي هنتكلم عنه في الميزة القوية رقم 5. ريلمي 10 برو بلس جايب سبيكر ستيريو، وده طبيعي، يعني الصوت بيطلع من السماعة السفلية وسماعة المكالمات في نفس الوقت، لكن الحقيقة نقاء وجودة الصوت فاجئتني. الصوت فعلا مجسم وعجبني جدا، ودرجة الصوت عالية ومسموعة بوضوح. ده غير كمان ان الإضافة الجديدة اللي عملتها ريلمي واللي بتخليك تضاعف الصوت بنسبة 200% لو عايز يكون عالي قوي، ولكن طبعا في الحالة دي جودة الصوت بتكون أقل. وبمناسبة الصوت عايز أقول لك ان الفايبريشن أو الاهتزاز في الموبايل عجبني جدا. ريلمي مركبة فيه موتور فايبريشن اسمه تكتايل انجن 2، وفعلا الهابتك فيدباك بتاعه شغال بطريقه سمارت وهتعجبك قوي. الحقيقه التجربه الصوتيه في ريلمي 10 برو بلس من اقوى الحاجات اللي عجبتني في الموبايل. تعالوا بقى نشوف الميزه السادسه القويه معانا، وهي زمن الشحن، وبعدها هوريك اخر ميزه واللي هتعجبك جدا. الموبايل بيقدم اعلى قدره شحن في الفئه السعريه دي، بيشحن بقدره 67 واط، والشاحن السريع السوبر فوك جاي مع الموبايل في العلبه. حجم البطاريه هنا 5000 ملي امبير، والموبايل بيشحنها من 0 لحد 100% في حوالي 40 دقيقه، وده وقت ممتاز في السعر ده، ومحدش بيقدمه غير ريلمي وشاومي فقط. وصلنا لآخر ميزة قوية معانا، وهي الإمكانيات اللي بيديها لك الموبايل في تصوير الفيديو، واللي هنشوفها مع بعض دلوقتي، بس بعد ما نشوف تجربة التصوير. ده تصوير فيديو بموبايل ريلمي 10 برو بلس. الموبايل بيصور فيديو بالكاميرات الخلفية لحد دقة 4K على 30 فريم في الثانية، بالكاميرا الأمامية لحد دقة فول HD على 30 فريم في الثانية. طبعا من مزايا ريلمي القوية وجود الدول فيديو أو التصوير بالكاميرا الأمامية والكاميرا الخلفية في نفس الوقت، سواء بيقسم الشاشة ما بين الكاميرتين زي ما احنا شايفين، أو إنه يخلي كاميرا السيلفي في جزء صغير على الشاشة وأنت اللي بتتحكم في مكانه على شاشة الموبايل. ده غير طبعا وجود وضع البورتريه في تصوير الفيديو، يعني يبقى الفوكس عليك انت ووراك الدنيا مزغلله او بلور كده شويه زي ما احنا شايفين. هي طبعا مش بتبقى زي الكاميرات البروفيشنال، ولكن وجودها في الموبايل يعتبر ميزه قويه وشغاله بشكل مش بطال. في كمان هنا حاجه قويه قوي في تصوير الفيديو اسمها AI تراكنج، اللي هي العلامه اللي على الشمال دي اللي احنا هنفعلها. دي بتخليك تحدد حاجه معينه، يعني مثلا هنحدد كره البعبع، هندوس عليها كده في التصوير، بيخليه يتراكها او يركز معاها طول ما انت بتصور فيديو. يعني هتيجي يمين كده مثلا هتلاقيه بيجي لك عليها، هتيجي شمال هتلاقيه بيجي لك عليها، ودي بتبقى مفيده ان الفوكس دايما بتاع الفيديو يبقى مركز على حاجه واحده معينه وانت بتصور. من المزايا القويه كمان في تصوير الفيديو هو وجود وضع الاي اي مع تصوير الفيديو، مش بس مع الصور، احنا كده بنصور من غيره. هتلاحظ دلوقتي انك لما هتفعله الاضاءه بتاعه الصوره هتزيد بشكل ملحوظ، وده بينفع لو انت بتصور في اضاءه ضعيفه. كده خلصنا المزايا القوية، وهندخل دلوقتي على تجربتي مع حاجات مهمة زي البطارية والشبكات وصور الكاميرات. بس ما ينفعش تكون وصلت معايا لحد هنا ولسه ما عملتش لايك للفيديو ولا اشتركت في القناة. هنبدأ أولا باستهلاك البطارية. زي ما قلنا من شوية الموبايل جاي ببطارية 5000 ملي أمبير، واستهلاك البطارية كويس، بمعنى إني باستخدام تقيل ولعب جيمز وتصوير صور كتير وعلى تردد شاشة عالي، الموبايل عمل معايا حوالي 7 ساعات شاشة مفتوحة، يعني باستخدام متوسط ممكن يوصل معاك ل 8 أو 9 ساعات، وده وقت كافي جدا إن الموبايل يقعد معاك أكتر من 24 ساعة على شحنة واحدة. نيجي بقى لحاجة تانية مهمة، وهي تجربة إجراء المكالمات. الحقيقة التجربة كلها قوية، من أول قوة الشبكة والموبايل شغال على 5G لو موجودة في البلد اللي انت فيها، او صوت سماعة المكالمات اللي كان عالي وواضح جدا، والموبايل بيدعم طبعا خاصية الفو LTE. ده غير ان مايك الضوضاء موجود وبيساعد في ان الصوت يوصل للي بيكلمك بشكل اوضح لو كنت بتتكلم في مكان دوشة. والنسخة اللي معايا فيها تسجيل مكالمات بدون ما يتم ابلاغ الطرف الثاني، وده لان التطبيق الاتصالي اللي موجود هو تطبيق ريلمي مش جوجل. كل ده جميل طبعا، لكن النقطة الاقوى بالنسبة لي هي وجود مستشعر التقارب حقيقي في الموبايل، وانه مش بيعتمد على السوفت وير فقط زي معظم الموبايلات دلوقتي، وده مخلي اداء الاستشعار ممتاز، والشاشه هتفضل مقفوله طول ما الموبايل على ودنك. قبل بقى ما نتفرج على صور الكاميرات هطمنك على حاجتين مهمين. اولا الواي فاي في الموبايل شغال بنظام واي فاي 6، اداء النت بيبقى مستقر جدا وما قابلتش فيه مشكله، والموبايل بيلقط من على مسافات ابعد من موبايلات تانية. كمان الموبايل بيدعم وجود خاصيه NFC واللي بدا يكون ليها استخدامات كتير دلوقتي. وصلنا لاخر حاجه معانا في التجربه قبل ما نقول العيوب، وهي صور الكاميرات. الكاميرا الأساسية الخلفية دقتها 108 ميجا بكسل. سيبك من الأرقام لأن ده مش هيفرق كتير في التفاصيل، ولكن معالجة ألوان الكاميرا عجبتني الحقيقة. بتشبع الألوان طبعا كعادة ريلمي، ولكن في نفس الوقت بتديك لون حقيقي، وده طبعا على الوضع العادي، ولكن برضو كعادة ريلمي هتلاقي فيه وضع الاي اي، واللي لو فعلته هيلعب جامد في تشبع الألوان والإضاءة بشكل مش حقيقي، لكن بيخلي الصورة شكلها أجمل لو حابب تعمل كده. لكن من مزايا الوضع ده كمان إنه بيخلي الكاميرا تتعامل
بيتعامل بشكل افضل مع الاضاءات العاليه جدا، وبيدرج الالوان في الجزء ده من غير ما يلسع باقي الصوره. ولكن مش دي اقوى حاجه في الكاميرا. اقوى حاجه هنا هي انك تصور في اضاءه ضعيفه وتفعل الوضع الليلي، بيعمل تاثير قوي جدا وبيحسسك ان اضاءه المكان عاليه اصلا. اما الكاميرا الثانيه الخلفيه هي كاميرا عريضه وايد انجل بدقه 8 ميجا بكسل. طبعا تفاصيلها قليله وكان يفضل انها تكون اكتر من 8 ميجا، ولكن الحقيقه معالجه الوانها حلوه وقريبه جدا من الكاميرا الاساسيه. وبرضه تفعيل خاصيه الاي اي بيزود فيها تشبع الالوان والاضاءه. ده غير كمان ان الوضع الليلي شغال معاها وبيفرق كتير لو بتصور في اضاءه ضعيفه. وصلنا لاخر كاميرا معانا وهي كاميرا السيلفي. دقتها 16 ميجا بكسل، تفاصيلها كويسه، والميزه كمان ان زاويه تصويرها واسعه، ولكن معالجه الوانها مش افضل حاجه، واللون بيبقى فاتح بزياده شويه كعاده بعض موبايلات اوبو وريلمي. ولكن برضو اقوى حاجه فيها هي التصوير في اضاءه ضعيفه، خصوصا مع تفعيل الوضع الليلي زي الكاميرا الخلفيه. كده خلصنا التجربة، ودلوقتي بقى هقول لك على 4 عيوب أو 4 حاجات ممكن ما تعجبكش في ريلمي 10 برو بلس. العيب الأول إن الموبايل ما فيهوش تثبيت بصري وبيعتمد فقط على التثبيت الإلكتروني، واللي خلاني أعتبر ده عيب هو وجود أكتر من شركة زي سامسونج وشاومي بينزلوا موبايلات بتثبيت بصري في نفس السعر. أما العيب الثاني هو إن الموبايل لا يدعم وجود مخرج سماعة 3.5 مللي، وبيدعم تشغيل سماعة الهاند فري عن طريق مدخل التايب سي. العيب الثالث إنك ما ينفعش تركب كارت ميموري، مفيش مكان اصلا لكارت ميموري، بالتالي هتعتمد على المساحه الداخليه فقط. والعيب الاخير هيهم بعض الناس، وهو ان الموبايل ما فيهوش راديو اف ام للناس اللي يهمها وجود راديو في الموبايل. دي كانت تجربتنا لواحد من اكتر الموبايلات اللي عجبتني، ريلمي 10 برو بلس. ما تنساش تستخدم اكواد الخصم بتاعتنا لو هتشتري اي حاجه من موقع نون، وطبعا ما تنساش تشترك في القناه لو ما كنتش مشترك. مستني تعليقاتكم واسئلتكم في الكومنتات. اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي. سلام عليكم.